طيب عايز انتقل دلوقتي بقى على النقطة التانية بتاعت حياتي انا بقى، ويعني انا عديت بايه علشان اوصل من ستيم لبي جي دي في امريكا. آم، طيب انا في الاول كنت بحاول اقدم على بكالوريوس في امريكا زي الناس اللي انا اتكلمت عليهم دول. آم، عشان تقدم على امريكا زي ما قلنا في بتكتب مقالات وبتاخد امتحانات وبتعمل انشطه وكده. فانا طبعا كحد انتروفيرت اضطريت اعمل انشطه كتير انا مش عايز اعملها لان انا مضطر. وده كان بيعرضني لتحديات كبيره جدا، وان انا اخرج بره الكومفورت زون. يعني حياتي في ستيم كلها كانت خروج بره الكومفورت زون طول الوقت. مضطر اتعامل مع ناس مش عايز اتعامل معاها، مضطر اعمل انشطه مش عايز اعملها، مضطر افيك كاركتر مش الكاركتر بتاعتي علشان تصدر لي فكره ان ده الطريق بتاع النجاح. ده مش معناه ان انا ما كنتش عايز ادرس في امريكا، انا كنت عايز ادرس في امريكا طبعا، ويمكن حتى من قبل دخولي الاستم. يعني فاكر في مره مدرسه العربي كانت بتسالني انت ايه حلم حياتك، قلت لها ان انا ادرس ساينسز بره. ان انا اسافر ادرس ساينسز. يعني ما كنتش عارف ساعتها بقى ساينسز دي فيزيكس ولا كيمستري ولا بيولوجي، بس كنت حابب فكره الساينس، وان انا اسافر ادرس بره عامه. فانا متاكد ان انا عايز اسافر من قبل ستيم. بس ده كان مجرد اجابه جاوبتها على مدرسه، ما كنتش اعرف ان انا هاخد خطوات واقعيه ان انا اجري ورا الحلم ده. فانا طول فتره ستيم علشان احقق هدف الدراسه للبكالوريوس بره، كنت طول الوقت بره الكومفورت زون بتاعتي، و... وطول الوقت كنت بلبس ماسك مش هو انا، ومضطر افيك بيرسوناليتي علشان بس اعرف اسرفايف في البيئه الرهيبه اللي فيها ضغط رهيب. مش بس دراسي لكن ضغط كمان نفسي. فدي نقطة الأنشطة. طيب نيجي لنقطة الامتحانات. آه عشان تسافر تدرس في أمريكا بكالوريوس محتاج تاخد امتحان انجلش، يا إما توفل يا إما ايلتس، وامتحان تاني بيبقى اسمه امتحان الاستعداد للدراسة في الكلية، اللي هو السات أو الاي سي تي. واللي هو امتحان صعب جدا جدا جدا، والجامعات بتستخدمه كلاير اوف فلتريشن، ان هو لما يقدم عليها 10,000 واحد عايزين ياخدوا 1000، فده من ضمن المعايير. يعني الجي بي اي والانشطه والمقالات، لكن ده برضو من اهم المعايير، من اهم المعايير هو ايه؟ السات والاي سي تي. الامتحان ده سواء السات او الاي سي تي بيختبر قدرتك على التحليل، قدرتك على القراءة والاستنتاج والاستنباط، قدرتك على تربيط الأحداث والأشياء ببعضها، قدرتك على فهم اللغة، قدرتك على تعميم تفاصيل صغيرة أو استنتاج تفاصيل صغيرة من حاجات عامة، قدرتك على اللغة الإنجليزية، بس مهارات اللغة الإنجليزية نفسها، وكمان قدرتك على الماث اللي هي البيسك ماث سكيلز بتاعت الهاي سكول. طيب أنا عشان أخد الامتحانات دي مريت برضو بشوية تحديات. أنا خدت امتحان السات ده آم، 4 مرات بالظبط. امتحان السات هو من 1600، دي أعلى درجة فيه، وأقل درجة فيه صفر. عشان تتقبل في جامعة كويسة أنت محتاج 1400 على الأقل، على الأقل. عشان تتقبل بقى في جامعة كويسة بمنحة كاملة يعني ايه، عشان نبقى واقعيين بنتكلم 1450 1470. عشان فعلا تعلي فرصك فوق ال 1500، يعني فرصتك بتبقى كويسة جدا جدا. طب انت عشان تجيب ال 1500 دي ولا ال 1450 مش سهلة، مش سهلة خالص. ده ال 1450 دي معناه ان انت مثلا في الامتحان كله لو هو 100 سؤال مثلا، معناها تغلط 8 ولا حاجة، حاجة زي كده. يعني حاجة اون ذا سيم سكيل. حاجة صعبة جدا طبعا. فانا في اول امتحان جبت 1350، تمام، طبعا درجة بشعة. تاني واحد جبت فيه 1420، وده اللي قدمت بيه بقى. يعني ما بين 1350 1420 خدته مرة كمان في فترة زمنية قليلة، وبعدين قدمت بال 1420 ده، تمام. المهم قدمت على حاجة اسمها ايرلي ديسيجن، ان هو بيبقى مجموعة ناس اقل بتقدم على نفس الجامعة، بس بشرط ان انا لو اتقبلت لازم اروح للجامعة دي، ما ينفعش اغير، ما عنديش حرية اختيار، لو اتقبلت لازم اروح. فالمهم انا قدمت بال 1420 على جامعة اسمها واشيو كايرلي ديسيجن، آه واترفضت. ده كان في شهر ايه؟ 11 تقريبا.
ولا 12، لا 11 الايرلي ديسيجن بيبقى 11. والمهم ايه، واترفضت. طبعا درجه السات بتاعتي برضو 1420 مش عاليه. آه لكن كل حاجه عندي تانية في الابلكيشن كانت كويسه يعني، ما عدا البيرسونال ستيتمنت، لان دي حاجه مش اوبجكتيف. يعني الانشطه اقدر اقول لك ان هي اوبجكتيفلي كويسه، السات الجي بي اي مش عارف ايه، لكن البيرسونال ستيتمنت بتاعتي ممكن نقول ان هي سبجكتيفلي كانت كويسه او وحشه، يعني ما نقدرش نحكم قوي. ووشوا جامعه عاليه، فانا كنت متوقع ان انا هترفض. جيت بقى في الايه، في السايكل التانية اللي هي بتاعه الريجولار ديسيجن بقى، اللي هو ليا ان انا اقدم على as many colleges as I want، ولو اتقبلت في اي واحده منهم اقدر اروح او اقدر ما اروحش. يعني لو اتقبلت في ثلاثه ليا حريه الاختيار ما بين الثلاثه. في الفتره دي قدمت بنفس السات برضو، قدمت بنفس السات بتاعي اللي هو ال 1420. قدمت بقى على كام جامعه؟ قدمت على 20 جامعه، 20 جامعه ان توتال. النتيجه كانت ايه؟ اتنين تلاتة ولا أربعة ويت ليست تقريبا، و16 ريجكشن حاجة زي كده. فطبعا يعني شيء كان صعب جدا، خصوصا لما تلاقي الناس اللي حواليك اللي هم ال 15 اللي بيقدموا دول او ايا كان الرقم اللي انا قلته، خصوصا لما تلاقي ان اغلبهم اتقبل. تبدأ تكويشن كل حاجة بقى، بتبدأ الافكار كلها بتاعت ان ده طريق النجاح، ان انت ما حققتوش، ان انا كده خلاص حياتي باظت، كده كده كل حاجة غلط، كده انا استاهل اموت، ما ينفعش اعيش. كنت برضو عايز اقول ان انا في فترة امتحاني للسات في امتحان تاني اسمه سات 2، ده بيبقى امتحان بقى للساينسز، امتحان مثلا فيزيكس، امتحان كيمستري، امتحان ماث كده يعني، مش بقى انجلش ولو جو الاستنتاج والكلام اللي كنت بقوله بتاع السات العادي، لا ده سات 2 ده بيبقى مادة يعني علم من العلوم. في بعض الجامعات بتريكواير ان انت تاخد مادتين سات 2، ويقول لك مثلا ماث 1 مثلا وفيزيكس، او ماث 1 وماث 2 وكيمستري مش عارف ايه كده، يعني بيبقى في ريكويرمنتس معينه. في جامعات بتقول لك ان هو اوبشنال، بس كلمه اوبشنال دي في التقديمات معناها ان هو ريكوايرد، بس احنا ايه يعني هنقبل الابلكيشن بتاعك لو ما حطيتوش، بس هتلاقي اغلب الناس مقدماه فانت هتترمي لو ما قدمتش زيهم. امتحان السات ده انا فتره الستيم طبعا كنت مضغوط جدا. ده كان زي around the same time the time taking my normal sat، يعني الاتنين كانوا قريبين من بعض. في نفس الوقت انا عندي الكابستون المشروع بتاعي اللي هو عليه اكبر درجة في المدرسة. وفي نفس الوقت عندي الانشطة اللي انا بعملها، وفي نفس الوقت عندي المقالات اللي انا بكتبها. اللي زي ما بقول لك انا بقدم على 20 جامعة، كل واحدة منهم ليها مقالات غير التانية، في مقالة ثابتة، وكل جامعة بقى بتطلب ايه مقالات غير التانية، كل جامعة بتسأل سؤال غير التاني. فانت بتكتب حوالي 20 مقال، لا مش 20 لان الجامعة ما بتطلبش واحدة بس، الجامعة ممكن تطلب منك اتنين او تلاتة. بتكتب قرب ال50 اساي، وبتاخد امتحانات سات، وعندك المشروع، وعندك الكورسز او المواد اللي انا بدرسها، كل ده في نفس الوقت. فسات من الحاجات اللي بالنسبة لي اللي انا معرفتش اعملها، ما عرفتش اذاكر لها كويس. كان امتحان ذاكرت له يوم ال ذاكرته ليلة الامتحان حرفيا. انا كنت واخد مادتين سات 2، كنت واخد فيزيكس، وكنت واخد تقريبا ماث 2 اللي هو اصعب ماث، يعني في ماث 1 وفي ماث 2. انا كنت واخد مادتين صعبين جدا، وانا كنت علمي رياضه، فعشان كده كنت باخد يعني المواد دي، عشان كنت عايز اقدم على كمبيوتر ساينس، ده الميجر اللي انا كنت بقدم عليه. ذاكرت للمادتين ليله الامتحان، وقعدت بصمج بقى ايه كل حاجه، اتعرفت على شكل الامتحان ليله الامتحان. كل ماده فيهم من 800. دخلت عملت اسوأ اداء امتحان او اسوأ بيرفورمانس ليا في امتحان في حياتي، في حياتي كلها. مش فاكر جبت كام من 800 في كل واحد فيهم، بس تقريبا 600 وحاجة يعني. آه فحاجة حاجة سيئة جدا جدا يعني. انا فاكر ان انا بعد امتحان، بعد يوم السبت ده، برضه انا نسيت اقول ان انا بمتحن المواد كلها في نفس اليوم. يعني امتحنت الماث والفيزيكس الاتنين في نفس اليوم. ففي اليوم ده انا بعد ما خلصت الامتحان وانا عارف ان انا مرندم اسئله كتيره جدا وبتاع، انا خرجت
في حالة صدمة، لان انا اول مرة في حياتي كحد بقى متفوق وبتاع، وانا في ستيم برضو حافظت على تفوقي عادي يعني. تفوقي في المشروع اللي هو الكابستون، او تفوقي الدراسي او كده. حتى السد كانت درجة نسبيا معقولة وسط برضو الناس يعني. يعني 1420 كانت من الدرجات الكويسة في المدرسة وقتها. لكن دي كانت اول مرة في حياتي اخرج من امتحان احس ان انا فاشل قوي كده. احس ان انا ما انا ليه مرندم ربع الامتحان يعني. انا هو الامتحان طبعا بوقت، فانا مش ملاحق على الاسئله، مش عارف اخلص، مش عارف اعمل حاجه، متوتر جدا، بطني وجعاني. اداء بشع، اداء بشع بشع يعني. فخرجت مش فاهم حاجه. بدات اسخط جدا على حياتي. آه يعني ده يوم انا ما بحبش افتكره، وما بحبش افتكر الفتره دي من شخصيتي. لان انا كنت شرس جدا في البحث عن النجاح، كنت شرس جدا في البحث عن الانجازات طول فتره ستيم، زي ما قلت بسبب البيئه اللي حواليا. لكن يوم السبت ده هو اللي خلاني ادرك فعلا ان انا ليه كلب انجازات او كلب ارقام قوي بالشكل ده. ما خلاص يعني، امتحنته ما جبتش فيه درجه حلوه، سو مش نهايه الدنيا. طبعا قررت في الاخر ايفنشلي ان انا ما احطش الدرجه دي في البروفايل بتاعي وانا بقدم. قلت هقدم من غيره احسن، احسن ما اقدم وتبقى درجه قليله ويبيني ان انا شخص ضعيف. فما قدمتش بالستو. دي كانت تفصيله مهمه طبعا في رحله التقديم اول مره اللي اترفضت فيها من الايه، من ال20 جامعه كلهم. جيت ف خلاص بقى في تالتة ثانوي متقبلتش، اغلب صحابي اتقبلوا، معرفش هعمل ايه في حياتي. محتاج بقى اذاكر لامتحانات ثانويه عامه. وامتحانات ثانويه عامه دي بتبقى في شهر 6. طيب انا بسمع اخر ديسيجن امتى؟ تقريبا في شهر 2 3. فانا لحد شهر 2 3 ببقى عمال اعمل ابلكيشنز، يعني عمال اقدم، لان مش كله في شهر 12، في حاجه برضه في شهر 1 تقريبا. وكده كده بتبقى صعب تذاكر وتحافظ على مذاكرتك العاديه في ظل ما انت مستني الديسيجنز كلها تطلع. فلحد شهر 2 3 اقدر اقول ان انا ما ذاكرتش ثانويه عامه. انا يا دوبك اعرف المناهج بتقول ايه، بحضر بس بحضر الحصص. وكنت باخد درس تقريبا عربي وكيمستري، لا عربي خدت مراجعات، وكيمستري والله مش فاكر. افتكرت، وانا خدت دروس من اول شهر 2، يعني من اول ما بدأت اذاكر بجد. لكن طول السنة اللي هو من اول بقى شهر 9 10 لحد 2، اللي هو الترم الاول كله تقريبا يعني، الترم الاول كله حرفيا مفيش دروس، مفيش اي حاجة، انا بس بروح الحصص، بسمع كلام المدرسين بس. اللي هي فترة التقديمات. بعدين بقى لما عرفت ان انا اترفضت من كل حاجة ودخلنا في الترم التاني، كان لازم اعوض، فبدأت بقى اخد دروس. اللي هي الناس بقى اللي بادئه الناس اللي بادئه من الترم الاول كانت وصلت في الترم ده ان هي بتراجع المنهج. فانا انا دخلت في الوقت ده اللي هم وهم بيراجعوا، انا هكون ببدأ المنهج معاهم لاول مره بجد بقى، اللي هو مذاكره حقيقيه. فطبعا ده ليفل تاني من الضغط، انه انا مش بس ما اتقبلتش مقارنه بالناس اللي اتقبلت، انا مقارنه بالناس اللي ماشيه في طريق التقديم على جامعات عاديه، والطريق اللي هو بتاع مذاكره ثانوي عادي كما قال الكتاب. حتى بالنسبه لدول انا متاخر، وحتى بالنسبه لدول انا فاشل. فانا ولا مني اتقبلت في جامعه حتى كحيانه زي اغلب الناس اللي انا قلت خلاص انا هحط نفسي وسطهم. وفي نفس الوقت الناس اللي ماشيه الطريق التاني اللي فيه كومبيتيشن اقل، انا برضو فاشل بالنسبه لهم لان انا بادئ المنهج متاخر. فانا اتحطيت تحت ضغط رهيب جدا ان انا محتاج اعوض كل منهج الثانوي ده الرهيب في 4 5 شهور. ومش بس منهج رهيب، هو مش زي منهج الثانويه العامه ان كل ماده هي ماده، يعني مثلا كيمستري هي كيمستري، بيولوجي هي بيولوجي، ماث هو ماث. لا، في ستيم كل حاجه مضروبه في 2. يعني الماث في منه حاجه اسمها تي او سي وحاجه اسمها يو ار تي. التي او سي بيبقى امتحان على منهج تالتة ثانوي واولى وتانية، يعني انا بذاكر تريبل اضعاف المنهج اللي الناس اللي بره ستيم بتذاكره. واليو ار تي ده بيبقى امتحان شبه السات 2 كده، او شبه السات بس في الماث وبس في الكيمستري وبس في البيولوجي وبس في الجيولوجي. كل ماده من المواد دي ليها اليو ار تي بتاعها، اللي هو امتحان مش معتمد قوي على ان انت تذاكر كونسبتس او مفاهيم، لا هو معتمد اكتر على ايه،
على القرايه والذكاء والوقت والحاجات اللي زي كده. لكن طبعا امتحان كبير وعليه درجات كتيره، يعني مش فاكر توزيعة الدرجات، بس امتحان عليه درجات كتيره. وبرضو it was worth mentioning ان اول ترم في ستيم في سنه ثالثه في كابستون، في الترم التاني مفيش، لكن في الترم الاول فيه. فانا في الترم الاول مش بس كمان، يعني انا كنت قلت مش بس التقديمات والكورسات او المحاضرات والحاجات دي، لا كان في كمان مشروع. آه ضغط رهيب، يعني من الاخر ضغط غير طبيعي. كان من اسوأ فترات حياتي، الفترة اللي كنت بقدم فيها على 20 جامعة ومضطر اكتب 50 60 مقال في وقت قليل جدا وسط كل الحاجات دي. الترم التاني الحمد لله ما كانش فيه كابستون، بس زي ما بقول كان فيه اليو ار تي والحاجات دي، اللي هي ايه بتشكل ضغط رهيب جدا في المذاكرة والتحضير. ندخل على مرحلة تانية، وهي مرحلة الامتحانات بتاعة تالتة ثانوي بتاعة ستيم. طبعا دي كانت فترة الكورونا، يعني كانت فترة صعبة على الكل، طبعا فترة فيها عزلة كبيرة جدا، فترة فيها هلع. وبعدين تيجي فترة الامتحانات واضطر ان انا اروح امتحن. ده في ذروة الكورونا حرفيا، شهر 6 او شهر 7 مش فاكر، 2020، ذروة الكورونا بعد 6 شهور من ما الفيروس بدأ، اللي هي الذروة، البيك حرفيا. فكنت رايح بقى المدرسة عارف ان انا هقعد شهر هنعزل، ما ينفعش ارجع البيت، ليه اوامر عشان لو خدت العدوى تفضل ما بيننا وبين بعض، ما نعديش اهالينا اللي هي بقى الناس كبيرة وكده. فرايح واخد معايا بقى كل الاجراءات الاحترازية وكل الكحوليات الممكنة وبتاع. والمدرسة بقى ايه بتحطنا في حالة هلع، ما ينفعش مش عارف تخرج من اوضتك غير في الساعة كام للساعة كام، ما ينفعش تجيب اكل من بره. ليفل هلع رهيب، مع ضغط الامتحانات، مع الشبح الذي يخيم في المنطقة وبيقول لي ان انا فشلت في تحقيق هدف السفر، وان انا احتمال افشل واجيب درجة قليلة جدا في ثانوية، في الثالث ثانوي يعني. كل ده وسط هلع الكورونا. تيجي الامتحانات، مش فاكر اول امتحان كان ايه، بس تقريبا كان عربي او الماني او حاجة زي كده. وكنت ببرفورم كويس، يعني انا كنت براجع مع الناس بعد ما اخلص وانا عارف ان انا ايه ببرفورم كويس الحمد لله. طبعا برضو في حاجه تفصيله مهمه، ان انا امتحان الالماني ده انا فاكره. امتحان الالماني انا رحت مطبق، كان برضو من اصعب الايام في حياتي، لان يعني اللي انا اقوله ده هيبان غريب، بس هو في مواد انا حرفيا بدات مذاكرتها اسبوع الامتحان، منها الالماني. يعني اقسم بالله ال الماده دي انا بدات مذاكرتها فعليا تقريبا اسبوع او اسبوعين قبل الامتحان، اول مره افتحها في حياتي. ليفل ضغط رهيب، لان انا محتاج اكون كميه كبيره جدا من المعلومات في وقت قليل، ودي ماده بطبيعتها حفظ، انا عمال احفظ جمل واحفظ كلمات واحفظ اكتب تعبير ازاي، يعني لما يجي لي تعبير عن الموضوع الفلاني ازاي هكتبه. ماده كلها حفظ. كنت مطبق وعمال اذاكر واحفظ كلمات واعمل وبتاع، وضغط رهيب ومش نايم وعمال اسقط على نفسي ومش قادر، يعني تطبيقه، يعني مش اللي هو بقى نمت ساعه ساعتين، لا رايح مش نايم خالص. بس الحمد لله الماني كان من الحاجات اللي جبت فيها تقريبا بعدين 98% او 99%، حاجه كده يعني، درجه عاليه جدا. برضه افتكر ان امتحان الماث التي او سي برضه كنت رايح ومطبق برضه، وكان في مراجعه قبل الامتحان بساعتين انا فاكرها، كان مدرس عاملها لنا. كنا كلنا متجمعين في الفصل، وانا كنت قاعد على الارض من كتر ما الناس كلها كانت متجمعه وما كانش فيه كراسي، وسط بقى الكورونا والكلام ده كله، حاله هلع وحاله عبث وضغط رهيبه جدا جدا جدا. المهم تعدي الايام ويجي امتحان الماث اليو ار تي، ودي نقطة فاصلة او نقطة مهمة في الرحلة دي كلها. امتحان اليو ار تي بتاع الماث هي اسئلة ماث، يعني اسئلة ماث عادي جدا، زي اللي خدناها برضو في السنين اللي فاتت، بس مش على كونسبتس معينة، يعني جنرال ماث كويستشنز. تحس ان هي عاملة زي اسئلة الماث بتاعت الاي كيو، بس حاجات اصعب شوية. اوكي. في وقت زمني قليل بغباء، يعني قليل بغباء تقريبا، لو انا فاكر it was something on the scale of مثلا امتحان ساعة
ومحتاج تجاوب مثلا 35 سؤال، حاجه زي كده. يعني حاجه زي كده اللي هو السؤال الواحد انت تاخد فيه دقيقه، دقيقه ونص بالكتير مثلا، اكتر من كده خلاص. طب هو السؤال ده هو عبيط؟ لا هو مش عبيط، يعني ما هو مش عبيط لدرجه انك تجاوبه في دقيقه ونص، ده سؤال ماث برضه، سؤال ماث ثالثه ثانوي. انا مش جاي في دماغي اكزامبلز، بس هي اسئله صعبه، يعني هي عامه من الاخر هي اسئله صعبه، محتاج تجاوبها بسرعه جدا. انا في الامتحان ده للاسف، آه واحده من اغبى الحاجات اللي كنت بعملها زمان قبل ما اتعلم الدرس بالطريقه الصعبه، ان انا كنت ببقى عايز لازم احل كل سؤال. يعني انا بقول لك هم 35 في ساعه، المنطق بيقول ان انا لو السؤال الثامن ما عرفتش احله، ما عرفتش خالص، حاولت فيه نفس الدقيقه ونص دول وما عرفتش احله، المفروض اروح للي بعديه وبعدين ارجع له في الاخر لو اتبقى وقت. لا انا بقى كنت ايه، كنت عنيد، انا لازم هحل كل سؤال. آه لان انا بالنسبه لي ان انا اتاخر شويه في السؤال بس اجيبه، احسن من ان انا اسيبه خالص وافضل افقد درجات. ما كنتش اعرف انا بقى وقتها ان انا ايه، هسرح جامد ده امتحان تالتة ثانوي يا ابو حميد، يا ابو حميد انت ما اتقبلتش لجامعه بره، انت معكش حاجه، انت حرفيا صفر. انت ممكن تخش بيطري ولا تخش كليه علوم في مصر ولا الله اعلم، الله اعلم انت تدخل ايه، يعني انت لازم تجيب درجه، انت معكش حاجه، امتحان تالتة ثانوي. هو النظام كده، النظام بيقول ان انت عندك اسئله كتير في وقت قليل، طب خلاص السؤال ما عرفتوش روح للي بعده. لا انا كنت صغير، كنت غير ناضج، كنت متوتر، كنت بقف في السؤال الواحد بالعشر دقايق والثمان دقايق والخمس دقايق. فجأة لقيت الوقت سرقني، وفجأة لقيت ان انا بقيلي 15 سؤال ولا حاجة وباقي 5 دقايق مش عارف اعمل ايه. الحمد لله امتحان كان ام سي كيو، فبقيت راندم، يعني بقيت كل سؤال اختار لي اجابة من اربعة ومش عارف اعمل ايه، حاسس ان انا مستقبلي بينهار قدام عيني وانا قاعد، وجسمي بيترعش مش عارف اعمل ايه حرفيا. المهم خلصت الامتحان، واذ بي في حالة صدمة رهيبة تستمر معايا ليوم كامل، من يوم الامتحان لحد ما انام واصحى اليوم التاني. دول حوالي قد ايه، فرضا ان الامتحان خلص الساعة 2 العصر وفرضا ان انا نمت 2 بالليل، نتكلم في 12 ساعة تقريبا، زود عليهم 8 ساعات نوم، نتكلم في 20 ساعة، يعني قرب يوم كامل لحد ما خلصت الامتحان لحد تاني يوم لما اصحى من النوم. ال 18 ساعة دول ولا ال 20 ساعة دول كانوا أسوأ 20 ساعة عدوا عليا في حياتي. مش بقول كده عشان ده فيديو يوتيوب، بس هو بجد دول أسوأ 20 ساعة عدوا عليا في حياتي. عيطت كتير جدا. آه حبست نفسي في الأوضة، كنت بخرج بس من الأوضة أدخل الحمام وأرجع الأوضة تاني أقفل على نفسي بالمفتاح. والفترة دي الروم ميتس ما كانوش بيقعدوا معايا في الأوضة كتير، كان كل واحد منهم بيذاكر مع مجموعة معينة من الناس وكانوا بيجوا على النوم بس. فأنا كده كده طول الفترة بتاعت الصبح دي ما كنتش بذاكر الامتحان اللي بعديه، خلاص دخلت في حاله انهيار بقى، في حاله حاله انهيار عصبي، او زي ما بيقولوا بانيك اتاك، بس بانيك اتاك مش في صوره بانيك، هو بانيك اتاك في صوره صدمه وان انا واقف مكاني فروزن. آه كنت حابس نفسي في الاوضه مش برد على اي حد، الناس كانت بتقعد تخبط من بره، الناس عادي بقى عايزه تاخد حاجه من الاوضه، ناس جايه لحد من الروم ميتس بتوعي بس ما يعرفوش ان هو مش في الاوضه كده يعني. ما كنتش بفتح، بعمل نفسي مش في الاوضه. ماما كانت بتكلمني طبعا تسألني عملت ايه في الامتحان، ما ردتش عليها خالص، اتصلت بتاع 20 مرة. آه كان يوم صعب، يوم صعب قوي واللي صبرني اليوم ده لازم حد صديقي لازم اذكره بالاسم، يعني فيلوباتير، ما اظنش ان هو هيشوف الفيديو ده بس لو شافه احلى تحية يا عم فيلوباتير. بس هو برضو كان يعني كان حل وحش في الامتحان ده، فكنا بنصبر بعض يعني. لان انت في ستيم طبعا برضو عشان البيئه توكسيك، الناس بتخلص امتحان اللي حل حلو لازم يبين للعالم كله ان هو حل صح وان هو حل حلو وانه ايه ده الامتحان عبيط قوي، طب يا عم راعي مشاعر الناس التانية، لا مفيش. ففيلوباتير صاحبي كان من الناس اللي حلت وحش شويه في الامتحان. آه وبرضه هو ما كان من الناس اللي ما قدمتش بره، وكان عايز برضه يدخل كليه كويسه وبتاع. وكان حاسس برضه ان مستقبله بينهار قدامه، فكنا بنصبر بعض، وكنا اتمشينا ماشيه في الملعب.
دي برضو حاجه من الذكريات المحفوره في دماغي. كنت انا وفيلوباتيري ماشيين بنلف في الملعب بالليل، نفس اليوم بالليل اللي هو انا نمت فيه، قاعدين بنلف في الملعب بالليل في الساعه ده 3 الفجر ولا مش فاكر كام، بنلف حوالي مثلا 50 60 لفه، عمالين نتكلم على مستقبلنا اللي انهار واتدمر. كل واحد عمال يقول هيقول ايه لاهله، وهيقول ايه لابن خالته اللي جاب اعلى منه. كده بقى ليفل بانيك اتاك بشكل مرعب. انا متاكد ان اي حد لو شافنا اليوم ده هيبقى عايز ياخدنا بالحضن من كتر ما حالتنا فعلا كانت حاله انهيار. خصوصا مع يعني مع العلم في الاعتبار ان انا مش مقبول مثلا، فحتى لو جبت درجه وحشه مش فارقه معايا، لا انا ما قداميش حاجه تانية، انا ده بس اللي قدامي. آه. ومش بس كده، انا مطالب بعدها بيومين امتحن امتحان تاني ولا امتحانين يعني. حاجه قمه الساديه والعذاب النفسي بصراحه الفتره بتاعت امتحانات تالت ثانوي بتاعت ستيم دي. واذ بي احاول يعني اضغط على نفسي، واحاول احل باحسن شكل ممكن في الامتحانات التانية. اللي هيحصل ان انا برضو مش هحل كويس، بس مش بنفس السوء يعني، هحل بشكل كويس بالنسبة لافريج الناس، لكن برضو مش كويس، مش زي علية القوم يعني في المدرسة. وبعدها بقى بحوالي مثلا شهرين ثلاثة بتطلع الدرجة، وبجيب 90.11%. دي في ستيم درجة كويسة يعني، دي في ستيم نسبة كويسة. بطلع الكام على المدرسة؟ بطلع الحاجة وعشرين على المدرسة، تقريبا ال26 على المدرسة، من أصل كام؟ من أصل 100 وحاجة. يعني بطلع في أحسن ربع في المدرسة. طبعا على مستوى الجمهورية بطلع كام؟ الحاجة و70 من 300 تقريبا، أو الحاجة و70 من 400 في علم رياضة، دايما 400. من 400 كنت أنا الحاجة و70، اللي هو برضو الربع الأول يعني. فأنا كنت خلاص عارف إن أنا من أعلى 20% مثلا على الجمهورية، وبالتالي لو في كلية بتاخد 20% فأنا إن شاء الله هضمن الإيه؟ هضمن الكلية دي. في بقى نسبة مرنة وحاجات زي كده، بس انا كنت ايه، يعني الناس كانت بتقول ان 90.11 دي تضمن لي هندسة رغبة اولى عادي اللي هو جامعة القاهرة. الحمد لله طبعا ده كان ريليف بالنسبة لي، انه خلاص انا ما كنتش متخيل ان انا يعني بعد بقى الحلم بتاع التقديمات بره وكده، ما كنتش متخيل ان انا هكمل في مصر وادخل جامعة حكومي وهتعامل مع الناس اللي من بره ستيم. برضو انا كان في دماغي ايه النظرة اللي هي العنصرية دي، ان الناس اللي بره ايه اوحش مني علشان ما عندهمش نفس الاهداف، علشان ما عندهمش نفس الطموحات، علشان هم مش انا، او علشان هم مش نفس الميت واحد اللي حواليا. فكنت عنصري يعني، كنت بفكر بشكل عنصري جوه دماغي. فكنت ما مش حابب ان انا اتعامل مع الناس دي، حابب ان انا افضل دايما مع اصحابي اللي عشت وكلت معاهم اكبر قدر ممكن، او حابب ان انا اتليست لو ما عشتش معاهم فعلى الاقل ابقى مشيت نفس الطريق بتاعهم وابقى سافرت زيهم، وهو يمكن نتقابل بره. كنتش متخيل خالص بقى فكرة ان انا ايه، وش ده صرصار تقريبا طلع على الجاكيت، معلش كان في حشرة على الجاكيت. كنتش متخيل خالص بقى فكرة ان انا ايه هكمل في جامعة حكومة يعني. لكن قلت على الاقل ايه اهو، لو عوزت ادخل هندسة ولا كلية قمة، على الاقل يبقى عندي حرية الاختيار. تعدي الايام، تطلع التنسيق، وفعلا بعرف وبتأكد ان انا اقدر يجيلي هندسة القاهرة يعني، خلاص انا بقيت متأكد من ده، مش بقت حاجة حتى فيها شك. لكن في نفس الفترة دي واحد من صحابي يقترح عليا اقتراح، واحد من صحابي اللي برضه ما اتقبلوش يقترح عليا اقتراح ان ما اجرب اقدم على جامعة زويل. طيب جامعة زويل بفلوس، بفلوس كتير، وفيها منح نيد بيزد، يعني فيها منح على حسب الحالة المادية بتاعتي. طيب آه انا كحد عايش في الشيخ زايد وكحد يعتبر طبقة متوسطة، كنت عارف ان المنحة اللي انا هاخدها مش تبقى 100%. طيب انا عشان اخد منحه كامله في زويل كان لازم اعمل ايه؟ كان لازم اعمل امتحان قبول، كده كده الناس كلها بتعمل امتحان القبول ده، بس انا لو اتقبلت فيه هدخل الجامعه. يعني محتاج بس اعديه ده، يعني لو هو من 100% اجيب مثلا 60%، او 51، اللي هو اعدي النص وخلاص يعني، محتاج اتقبل فيه. مفيش كات اوف، مفيش مثلا حد بيقول لي انت لازم تجيب 80 علشان تتقبل، لا هو مجرد بس ما عديت اللي هو النص ولا ايا كان الاقل درجه كام، فخلاص انا ضمنت ان انا اتقبلت في المدرسه دي. آم، وساعتها هدفع الفلوس، يعني هتبقى محتاج بس اعدي امتحان القبول وادفع الفلوس وادخل.
انا كنت عارف ان انا مش هعرف ادفع الفلوس. فكان في طريق تاني وحيد، الطريق الاوحد هو ان انا اطلع من اول 10 في الامتحان. ليه؟ لان اول 10 في امتحان القبول بياخدوا منحة كاملة في جامعة زويل. ده كان الحل الوحيد. انا كنت عارف ان انا تمام طالب شاطر في ستيم وكل حاجة، بس زي ما بقول لك انا طالع حاجة وعشرين على المدرسة، فانا مش اجمد حد في الدنيا. لكن انا فكرت فيها طبعا، انا كنت بفكر جديا ما ادخلش الامتحان، لان الامتحان نفسه كان بفلوس، كان ب 750 جنيه. ده وقتها كان رقم يعني مش كبير بس مش صغير قوي. كنت بفكر جديا ما افكس وما ادخلش، لان انا كده كده عارف ان انا مش هطلع من اول 10، وبالتالي ليه اضيع 750 جنيه دول. لكن قلت برضو اللي يخليني اطلع من اول 20% لما كنت بتنافس مع اقوى ناس في مصر، ممكن يخليني اطلع من اعلى 10 لما تكون بتنافس مع ناس بتقدم من كل انحاء بقى مصر، مش من ستيم بس. يعني كنت بحاول احط لنفسي اي حاجه كده تديني امل ان انا اقدم، وان جامعه زويل ممكن على الاقل تكون اوبشن احسن من جامعه القاهره او الجامعات الحكوميه. خصوصا بقى ان انا كنت عارف ان بيئه زويل هي ايه، قريبه من بيئه ستيم والكلام ده. قدمت على زويل وخدت امتحان برضو كان قريب شويه من امتحانات ستيم، اللي هو فيه سيكشنز كتيره وبختار الترتيب وبتاع. فاكر برضو يوم الامتحان وفاكر كل التفاصيل، بس مش هقعد احكيها. مهم، آه خدت الامتحان. وعكس ستيم بقى مفيش درجه في الامتحان ده بتطلع يوميها، او انا مش بعرف الدرجه اصلا يعني لحد دلوقتي اهو اتخرجت من زويل وما اعرفش درجتي كانت كام. لكن امتحنت الامتحان كنت حاسس ان انا عاكك. يوميها قابلت صحابي من ستيم، اللي منهم ناس كانوا مقدمين واترفضوا زيي. كنا قاعدين اتقابلنا يعني، كنا عاملين نصيح، وكنا خارجين اليوم ده رايحين الحصري في اكتوبر. بعد خلصت الامتحان خرجت مع صحابي. عملت ايه بتاع، عملت زي الزفت. there is no way ان انا اطلع من اول 10. there is no way ان انا اكلم اهلي ان هم يدخلوني بالمبلغ ده كله من الفلوس. مستقبلي ضاع يا رجاله. واذ بي بعد فترة قليلة من الزمن الاقي ميل جايلي: your financial aid percentage is 100%. ومن هنا ندخل لمايلستون جديد تماما، وهو مايلستون زويل والدراسة في مصر والرحلة العلمية بقى، او رحلة البحث العلمي بقى. خلاص بقى there is no more computer science, there is no more engineering. زي ما كنت عايز اقدم في جامعة القاهرة، كنت محتار ما بين حاسبات ومعلومات وكلية هندسة وبعدين اتخصص هندسة كمبيوتر. لا there is no more الكلام ده. مفيش التخصصات دي في زويل، او في بس بشكل تويستد شوية مش بنفس الشكل. لكن انا في زويل كان قدامي حاجات بتلمع اكتر، بما ان انا في زويل، بما ان انا في احسن مكان في مصر بيقدم ساينس. طب ليه ما ادرسش فيزيكس؟ طب ليه ما ادرسش بيولوجي؟ فبدأت رحلة تانية خالص من التفكير ومن الاهتمامات الدراسية، ومن الاهتمامات عامة بشكل عام. آه واتصور ان نجاحي في زويل يثبت لنا ان there is no one linear path في STEM. لا، حتى الناس اللي زي اللي دخلت زويل تقدر بعد الجامعة اللي في مصر تاند اب في نفس المكان اللي الناس سافرت فيه بعد الثانوي، اللي هو برضه بره. ففي الاخر الهدف بتاعي بتاع السفر اتأخر شوية، لكنه ما تعطلش تماما. وده بيقول لنا ان هو مفيش طريق واحد بس نمشي فيه، لا في طرق كتيرة. و وجو بقى التنمية البشرية بتاع اللي هو مهما نفشل لازم نحاول وبتاع. الجزء التالت هتكلم بقى اكتر عن زويل، وازاي انا قدمت تاني وانا في زويل على بكالوريوس. يعني بعد ما دخلت زويل كنت عايز افكس لها واقدم تاني في البكالوريوس، وازاي اترفضت تاني بقى والرحلة دي كلها على شوية برضو آه تحديات قابلتني في زويل يعني. نهاية بقى باللحظة اللي جيت فيها هنا يعني. وشكرا.